السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هعمل لكم وجبه اقتصاديه جدا وصحيه جدا، وسريعه جدا، من غير ولا لحمه ولا فراخ، وصحيه ومليانه فيتامينات. جربوها هتعجبكم باذن الله. البطل بتاعها البتنجان. انا شويته في الفرن، او ممكن طبعا تشويه على البوتاجاز، بس الاحسن في الفرن. مش هتدهولي البوتاجاز من فوق ولا اي حاجه. وقشرته كده لما برد بكل سهولة. بعد كده هبتدي بقى يعني هما 3 بتنجانات كويسين قوي للوجبة ديت. هتكفي تقريبا 4 أشخاص. أو أنا قشرته كويس. بعد كده هبتدي بقى بالسكينة كده، أقطعه كده بحيث إن هو يتقطع، يعني اقطعه كده قطع كبيرة تقريبا، ما هرسوش بالشوكة يعني. تمام. هبقى عندي طاسة على النار، فيها زيت. مجهزة بقى بصل مفروم، وفي تومية تقريبا، يعني فصين توم كده، وهقلبهم كويس جدا على النار. بعد كده هكون مجهزة برضو طماطم يعني مقطعاها برضو صغير، وهقلبهم واغطيها لحد ما الطماطم ت... يعني تدبل. هحط عليهم فلفل رومي واقلبهم كويس جدا، وبرضو اغطيها لحد ما الفلفل هو كمان يدبل. احط طبعا تومة تانية، يعني نص تومة كده، واقلب كويس قوي. بعد كده اضيف بس حبة مية، شوية مية بساط، واغطيها لما لحد الفلفل الرومي يدبل هو كمان. بس كده انا عايزة قوام كده. حطيت طبعا بقى التوابل بتاعتي: الملح، الكمون، رشة قرفة، فلفل اسود، وقلبت كويس جدا المكونات. بعد كده بقى هحط البتنجان. خلاص، هي تقريبا كده جاهزة عندي. ولو حسيت ان هي عايزة مية بحط مية عشان تبقى جوسي كده، ويبقى فيها مرق شوية. بس بس اهو حطيت حبة مية وقلبت كويس، وهسيبه على نار هادية شوية، يغلي بس شوية كده، والمكونات تدخل في بعضها، ويبقى كده الوجبة عندنا جاهزة. ما خدتش وقت خالص على النار. اهو كده تبقى جاهزة تقريبا معانا اهي. جميلة جدا صراحة، تحفة. تاكل طبعا بالعيش، او ممكن على فكرة تعملي جنبها رز، تمشي خالص، ما تقولش لأ يعني. وطبعا سلطة، مخلل، زي ما انت عايزة، وبألف هنا. باي باي.